أشكركم على الاستضافة. أولًا وجب التذكير أن حنا كنتكلموا على واحد المشروع اللي عنده واحد مشروع استراتيجي كبير، عنده واحد الرمزية استراتيجية مهمة جدًا وكبيرة. مشروع كانت وراءه الرؤية الملكية، ذلك كان في إطار نموذج التنمو الجديد للأقاليم الجنوبية. مشروع كبير بالتكلفة ديالو اللي كتجاوز 9 مليار ديال الدرهم، وكذلك بجميع مكوناته. الطول ديالو 1055 كيلومتر، مكوناته يعني كل أرقام كبيرة جدا. إلا شفنا الأرقام ديال التتريب اللي كتفوق 33 مليون متر مكعب، والأشغال ديال القارعة اللي كتفوت واحد 6 مليون ديال طن ديال يعني مواد القارعة، والمنشآت الفنية اللي فيه 16 منشأة فنية كبرى، فيه مدارات، فيه يعني تجهيزات ديال السلامة الطرقية، فيه كذلك باحات للاستراحة فيما يخص الأنشطة اللي كتعرف المناطق الجنوبية ديال الأسماك، وكذلك باحة الاستراحة بالنسبة يعني لهاد الشاحنات كذلك، لأن كاين واحد الحركة كبيرة جدا ديال الشاحنات اللي كتعرف هذا المحور اللي كان كيعرف مشاكل كبيرة. نتوما كتذكروا هذا المحور، المشاكل اللي كان كيعرفها من قبل، من قبل فيما يخص الحوادث والانقطاعات إلى غير ذلك. هذا الشيء الحمد لله ما بقى دابا. محور بالأرقام ديالو كبير، وكذلك بالأهداف ديالو الاستراتيجية فيما يخص الربط القاري، فيما يخص الربط الجوي، فيما يخص كذلك الأهداف ديالو ديال يعني التنمية الأقاليم الجنوبية اللي كتهم زيادة على الساكنة، تنمية الشركات، ويعني تشجيع الاستثمارات يعني الخصوصية والعامة يعني بواحد الشكل كبير، والزيادة من خاصة الرفع من الجاذبية ديال الجهات والمدن اللي كيجتاز منها، ناهيك عن تحسين السلامة الطرقية، يعني الخفض من التكلفة وديال المدة ديال السفر من 3 حتى 5 ساعات. وكتعرفوا هذه الأهمية كبيرة بالنسبة يعني للنقل والتنقل بصفة عامة. يعني عنده هدف واحد الواقع كبير جدا اللي بدينا كنلمسوه المشروع الحمد لله في هذه المراحل ديالو. كذلك الحمد لله المشروع أنجز ودارت ليه الدراسات، لأنه صديق ديال البيئة، درس الدراسات ديال دراسة ديال البيئة اللي حصلت على الموافقة البيئية ديال اللجنة الوطنية، وخرجت بتوصيات الحمد لله وأنجزت على أرض الواقع. المشروع كيتكون بصفة عامة من 3 المقاطع رئيسية. المقطع ديال العيون الداخلة اللي فيه 500 كيلومتر، اللي فيه التوسيع والتقوية وكل ما يتعلق ب يعني هذا التشوير الأفقي والعمودي اللي كيبلغ الطول ديالو كما قلت 500 كيلومتر بواحد التكلفة تقريبا تناهز مليار درهم، وهذا انتهت به الأشغال منذ مدة تقريبا سنتين. والمحور المهم كذلك اللي كيربط جهة مدينة قلمي بمدينة العيون اللي فيه 436 كيلومتر، فيه المنشآت الكبرى، فيه يعني عدة يعني صعوبات كانوا تقنية في هذا المقطع كذلك، اللي التكلفة ديالو تقريبا كتناهز واحد 6 مليار ديال الدرهم، زيادة على أجهزة الساقية الحمراء. والمقطع الأصعب لأن كيجتاز من الأطلس الصغير ديال تيزنيت قلميم 114 كيلومتر بواحد التكلفة تقريبا ديال 2 مليار ديال الدرهم، اللي فيه صعوبات كبيرة. الحمد لله هاد الصعوبات تجاوزناها. كانوا صعوبات في الإنجاز ديال المشروع فيما يخص الوقيته ديال الجائحة، أثرت سلبا على وتيرة الأشغال. كذلك هاد المدة ديال 2021-22 ديال الارتفاع يعني مهول ديال الأسعار كذلك أثر سلبا على هذا. كذلك عندنا الصعوبات اللي هي تقنية واللي هي مرتبطة بالطبيعة ديال المناطق الصحراوية، الترمل، الملوحة والحرارة، كل هذه الصعوبات اللي هي طبيعية كذلك. وكذلك تحرير محارم الطريق والشبكات، كل هذا الحمد لله تم التدبر ديالو بواحد الشكل كبير، لأن المشروع عنده واحد الحكامة مضبوطة ومسطرة جدا. هذا الشيء اللي جعلنا الحمد لله كنتغلبوا على كل هذه الصعوبات. إذا بخلاصة القول الحمد لله هذا المحور المهيكل، هذا الشران أنجز بمواصفات ومعايير دولية الحمد لله جعلته كيقلص المسافات بواحد الشكل كبير، وكيسهل يعني النقل والتنقل من بين الجهات ديال المملكة والربط ديالها بإفريقيا. كل ما يمكن نقول اليوم فيما يخص تقدم الأشغال أن الحمد لله هذا المشروع اللي كان حلم اليوم الحمد لله تحقق على أرض الواقع. انتهت الأشغال بصفة عامة
بعد بعض الأشغال ديال التشوير وديال التتمة ديال التشوير، التشوير العمودي والفوقي اللي هي باقية في واحد المقطع ديال من بين تيزنيت وقلميم. أما الأشغال الكبرى الحمد لله الأشغال بصفة عامة انتهت الحمد لله، والمشروع كيشتغل واشتغل. وغيكون عنده إن شاء الله واحد الوقع كبير فيما يخص البنية التحتية، ليس فقط ديال جهة العيون الساقية الحمراء وجهة قلميم ودنون، بل جهة المملكة بصفة عامة. كانوا فيه زيادات، كانوا زيادات كبرى للمشروع كلها تصب في سلاسة وتحسين السلامة الطرقية، وخاصة فيما يخص يعني ملائمته قرب المدن. وأخص بالذكر يعني جسر الساقية الحمراء اللي هو واحد المعلمة كبيرة جدا، اللي غتكون إضافة كبيرة، اللي غتكون أكبر يعني جسر على صعيد المملكة. وهذا كامل الحمد لله غادي ينضاف إلى سجل البنية التحتية ديال المملكة وديال اللي نجدتها الوزارة بصفة عامة. بالنسبة للتصميم والأطر هذه مغربية 100% هي ولا هي كان؟ بالنسبة للمشروع الحمد لله هذه فرصة باش نقول أنه هو جميع الشركات ومكاتب الدراسات والمختبرات والأطر فهي مغربية 100% الحمد لله، هي اللي اشتغلت. فقط مغربية. طاقات مغربية وكفاءات مغربية هي اللي اشتغلت الحمد لله، رغم صعوبة الظروف، رغم صعوبة المسافات، رغم وكذلك كانوا يعني كانوا يعني طرق وتقنيات مبتكرة، لأن لقينا واحد الصعوبات كبيرة جدا تقنية، بحال دابا المقطع ديال تيزنيت بولميم اللي لقينا فيه بعض يعني المغارات، واستعملنا يعني تقنيات جديدة ومبتكرة جدا باش نتجاوزوا هاد الإكراهات اللي هي تقنية بصفة عامة. وهذا بفضل الخبراء ديال وزارة التجهيز والماء، وبفضل الأطر ديالها والتقنيين، وبفضل الشركاء كذلك ديال المشروع.